عزيزي المشجع الجميل، هو السؤال هنا إدارة بيراميدز لحد إمتى هتفضل تستفز النادي الأهلي؟ هتفضل لحد إمتى تقلل من نفسها مش من النادي الأهلي؟ لأن الأمور اللي بتعملها دي الإدارة والمسؤولين في بيراميدز أمور تقلل منهم هم شخصيا. ليه؟ لأن النهاردة لما أنت بقرار زي ده أو يعني بأسلوب زي ده بتقول لإدارة الأهلي اوعوا تيجوا الماتش، انتوا محرومين من حضور المباراة. لما تطلع النهاردة تقول ان مصرح بس ب5 مقاعد لمجلس ادارة النادي الاهلي في المقصورة فقط لا غير، اوعى بقى تعزم لي حد اوعى تجيب حد والكلام ده، يبقى انت قصدك ايه؟ ليه الاستفزاز ده وليه الاسلوب يعني اللي بقى متدني تماما؟ والغريب والعجيب ان هم طالعين يبرروا ده بايه؟ بان دي معاملة بالمثل، اصل الاهلي عاملنا كده والكلام، وفي تسريب معلومات خاطئة جدا للاعلام والصحفيين بطريقة غير مباشرة. هو ايه اللي بالمثل؟ يعني الاهلي عاملك كده؟ الاهلي خلى التذكرة بتاعتك ب 200 جنيه الثالثه، المدرجات الثالثه، و5000 جنيه المقصوره، ومش عارف 2000 جنيه الاولى، والارقام الخزعبليه اللي انت حاططها. الاهلي عمل كده؟ لا طبعا. الاهلي سوى كده؟ لا طبعا. الاهلي منعك من الحضور للمباراه خالص، ولكن انت الغيظ واكلك قوي، انت متكاد، انت متضايق، انت بتعمل اي حاجه، اي فرق والسلام لمجرد بس ان الاهلي مزعلك في ايه ما تفهمش. هو كيد وخلاص فقط لا غير، لكن ده اسلوب احتراف ابدا. وهل ان انت كده بالطريقه دي فاكر ان انت بتصغر من اداره النادي الاهلي؟ خالص على الاطلاق، او من النادي الاهلي، ده مستحيل. ده انت بالعكس بتقل من نفسك بشكل كبير جدا جدا. وهنا رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إذنكم ما تروحوش، بعد إذنكم اوعى تبعتوا حد. الحتة دي ممكن ما فهمهاش قوي للصراحة يعني، ولكن لو مش ضروري ان لابد من حضور احد مجلس الاداره يكون موجود والكلام ده في المباراه او اي مباراه، محدش يروح تماما مجلس اداره النادي الاهلي. اوعى حد يروح. عايزين تبعتوا حد ممكن تبعتوا يعني، وفيه هيبقوا قيمه عاليه جدا، اي حد من الموظفين والعمال في النادي، ودول ناس على راسنا ودول ناس كبار قوي. ولكن انا شايف ان الناس دي ومستوى الناس دي تفكيرها محدود وضيق جدا جدا جدا، لدرجة ان هم بيعملوا اي حاجة، اي تخبيط، بيخبطوا في الحلل. انت الناس والاعلام وكل الناس انتقدوه خلال الفترة اللي فاتت، وهم الادارة بيراميدز يعني انتقدوا بشكل كبير جدا من خلال كل الناس، سواء اهلاوي زملكاوي، له في الكورة ملوش في الكورة. قال لك ايه المواقف وايه اللي بيحصل ده؟ ودي حاجات عمرنا ما شفناها، وفي تعسف كبير جدا من ادارة بيراميدز سواء في الاسعار التذاكر او في المباراة والكلام اللي هم بيعملوه، والمحاولات البائسة للعكننة عن النادي الاهلي. ودي كلها حاجات امور يعني بصراحة مستفزه منهم، وحاجه مش حلوه جدا، وجيم اداري فاشل بامتياز، وكل الناس اجمعت على كده. ولكن تيجي بقى الناس دي النهارده تقول لك ان احنا فاشلين برضه، وتيجي تقول لك اصل الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي له 5 مقاعد بس. يا عم احنا مش عاوزين نروح. انا بوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي، اوعى حد يروح بعد اذن حضراتكم، ما حدش يروح، مش عايزينهم. خلوا بقى ال5 كراسي دول ليكم انتم، ابقى اقعدوا عليها. وده ياخدنا لحاجه تانية ومنحنى تاني خالص، الا وهو بيراميدز رغم الانفاق الكبير ده كله ليه ما بيكسبش بطولات؟ علشان كده، علشان العقليات اللي ماسكاها عقليات، معلش انا اسف، عقليات صغيره بتفكر في امور يعني ما هياش وبتودي وتجيب، وحاجه بصراحه تدل على صغر عقلهم بشكل كبير جدا. فبيراميدز مش هياخد بطوله طول ما الناس دي هي اللي ماسكه النادي وهي المسؤوله عن النادي. وحتى لو بصيت على اي فرق صاعده وبتصرف شويه وعندها يعني مصروفات وانفاق ورجال اعمال بيصرفوا عليها، زي مثلا سيراميكا كليوباترا او حتى فيوتشر، دي فرق لسه صاعده وفرق قدرت ان هي تحصل على بطوله الا وهي كاس الرابطه. هتقولي ما هو الاهلي والزمالك مش موجودين، بيراميدز كان موجود والفرقتين دول خدوها من بيراميدز. يعني سبحان الله، حتى البطولات اللي النادي الاهلي والزمالك ما بيشاركوش فيها، او حتى يوم ما بيشاركوا بالناشئين والبدلاء والناس اللي ما بتلعبش بقالهم كتير، بالرغم من ذلك بيراميدز ما يقدرش يحققها وفرق تانية بتقدر تحققها. لان الكرة بتبتدي من الادارة مش من الملعب. طول ما انت راجل اداري صح، طول ما انت
بتوفر السبل للنجاح لفريقك، فريقك هينجح ايا كان مصروفاتك وايا كان لعيبتك اللي بتلعب بيها. فدي رساله ايضا لملاك النادي، حضراتكم لحد امتى هتفضلوا ساكتين على الموضوع ده؟ علاقتنا او علاقه المصريين بالامارات علاقه كبيره جدا، وعلاقه مشتركه واخويه وفيها كلام كبير جدا حلو. وايضا ملك النادي من الناس اللي يعني كبراء ولهم دور ورجال دوله في دوله الامارات، فعلى ما اظن اكيد ما يرضكش اللي بيحصل ده باي شكل من الاشكال، لان انت خليت الناس والجمهور يروح سكه تانية، سكه بقى ان بيراميدز ده مش عارفه ايه والانفاق ده كله واللي بيحصل ده كله وحاجات كده مش عاوزين نتكلم عليها كتير، لان بصراحه كلها بدون ادله وكلها كلام في الهوا، فبصراحه مش عاوزين نتكلم بدون ادله. فانت خليت الناس تتجه لاتجاه تاني بسبب تركك النادي لناس ادارتها ضعيفه وايضا شغاله كيد في الاهلي وجمهوره فقط لا غير. اتمنى من ملاك نادي بيراميدز ان هم ينتبهوا للنقاط دي بشكل سريع جدا قبل ما الامور تكبر اكتر من كده. في نهايه الفيديو يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.